صباح الفل. يلا بينا نعمل الفطار ونفطر ونفوق كده ونبدأ يومنا. اول حاجة في الفطار بجهزها هو بيكون بذور الشيا، بكون مجهزاها من بالليل ونقعاها في شوية لبن وحطهم في التلاجة. تاني يوم بحط عليهم شوية عسل نحل واقلبهم معاهم بالشكل ده، واجيب علبة زبادي. انا بحب بصراحة زبادي الفراولة، لكن لو حابين تحطوا زبادي عادي مفيش مشكلة. بحطها بقلبها واحطها عليها كده ونقلبهم مع بعض. بنحط كمان فاكهة، اي نوع فاكهة موجودة عندنا. انا بحط فراولة وكمان برتقان وكمان موز، بيكونوا متقطعين قطع صغيرة بالشكل ده كده. نقلب بقى المكونات بتاعتنا، وده بيبقى اسمه بودنج بذور الشيا. بيبقى فطار صحي وحلو قوي. بعد ما قلبته ببدأ ازينه من على الوش بشوية فواكه من اللي محطوطين جوه. يعني زينه بقى بالشكل اللي انتوا عايزينه، بحيث ان هو يبقى شكله يفتح النفس كده وشكله حلو. رصيت الفواكه على الوش كده وبقى الفطار جاهز معانا. ويلا بينا نفطر في الطبيعة الحلوة دي. عملنا مع بعض الفطار وفطرنا وظبطنا حالنا. الفطار ده حلو قوي للناس اللي عامله دايت، او الناس اللي عايزه تاكل حاجات صحيه ما يكونش فيها سعرات حراريه كتيره. هي الصراحه يعني مش اقل حاجه في السعرات، بس الى حد ما السعرات بتاعتها معتدله. احلى حاجه فيها بقى ان هي بتخلينا شبعانين طول اليوم، ما بنحتاجش ناكل اكل كتير. ودي كانت وصفه الفطار اللي انا بحبها جدا، وتقريبا متعوده عليها باكلها على طول. تعالوا بقى هعمل معاكم روتين تنظيف الميكرويف، عشان اتسألت عليه ازاي نحافظ على الميكرويف بتاعنا، ازاي نخليه نظيف من غير ما يبوظ ولا يتأذي مننا. فهقول لكم كده حاجات بسيطة بتخلي الميكرويف نظيف معانا ويفضل نظيف كمان، وايه ابسط الحاجات اللي ننظف بيها. تعالوا هنجيب الميكرويف بقى، يلا بينا. بصوا الميكرويف اهو، هنبدأ ننضفه. هقول لكم هننضفه ازاي. عايزه اقول لكم يعني هو يعتبر نضيف اصلا، وده ناتج عن المحافظه ان انا محافظه عليه، فعشان كده فضل نضيف معايا. وكمان كل مره بنضفه ما بياخدش مني مجهود. فبصوا كده من جوه. بصوا يعني هو تقريبا ما فيهوش حاجه قوي. نشيل بقى الطبق ده. بصي يعني الطبق يعني ايه متوسخ حاجه بسيطه. الطبق ده بنغسله على الحوض عادي جدا زي الاطباق، بنغسله ونسيبه ينشف ونستخدمه تاني. القطعه دي هي تقريبا هتلاقوها نظيفه لان هي تحت الطبق، هتلاقوها نظيفه بس بقطعه قماش كده بننضفها. بقطعه قماش كده او بفوطه مطبخ، اي حاجه نبدا ان احنا ننضفها كده نمسحها. هي مش هتلاقوا عليها حاجه اصلا، وخصوصا لو انتم محافظين بقى على الميكرويف على طول. بصوا يعني هي ما فيهاش الهواء اصلا. هنشيلها بقى على جنب. الميكرويف بتاعنا قبل ما نبدا تنظيف بنبدا نمسحه كده بحته قماشه، بحيث ان لو عليه تراب عليه اي حاجه تتشال معانا. في اي حاجه جوه اي حاجه واقعه نشيلها كده. بجيب القماشه بتاعتي او الفوطه ببلها حاجه بسيطه قوي كده، وبحط عليها شويه مسحوق. المسحوق بتاع المواعين العادي. بصوا برغيها كده بالشكل ده في الفوطه، والفوطه تبقى مبلوله حاجه بسيطه او ما تكونش غرقانه يعني. ببدا بقى بجيب الميكرويف بتاعي كده وامسح بيها. ما ينفعش نعمل الميكرويف بسلكه بسبونشه تكون خشنه تبوظه. لو سبونشه ناعمه عادي ممكن. في كمان مواد تنظيف مخصوصه للميكرويف يفضل طبعا، بس لو مش موجود انا عملت لكم بحاجه متوفره عندنا اللي هو مسحوق المواعين العادي يعني. بصوا بعد ما نضفناه من جوه كده شلنا اي حاجه بقى فيه، هنغسل القماشه دي ونرجع نستخدمها تاني. بعد ما غسلنا الفوطه بتاعتنا بقى كده نبدا نشيل الصابون. ممكن نغسلها كذا مره ونشيل الصابون
عشان نتاكد ان ما فاضلش اي بواقي صابون. بعد ما شلت الصابون بغسل الفوطه بتاعتي تاني واشيل الصابون تاني عشان اتاكد مفيش اي بواقي صابون عندي تفضل في الميكرويف. بعد ما اتاكدت ان انا شلت كل الصابون اللي في الميكرويف بقى نضيف عندي، هجيب فوطه تانية بس تكون ناشفه، ابدا بقى ان انا المع بيها الميكرويف بتاعي واشيل اي بواقي ميه موجوده عندي، عشان لو سيبناه بميته كده هتبوظه، كمان هتلم تراب. لازم يبقى بيلمع بقى معايا كده. بصوا شكله من بره بقى عامل ازاي. كش الظهر كمان المعه، هو مش محتاج تنظيف قوي. السلك كمان بمسك السلك كده وامشي عليه بالفوطه بتاعتي، مش محتاج اكتر من كده. هو اصلا بصوا يعني السلك زي الفل اصلا. عارفين بقى لو بتعملوا العمليه دي على طول كده الميكرويف هيفضل نظيف معاكم وزي الفل، مش هيحتاج مجهود. طب انا لو عندي الميكرويف مثلا وغبت عليه شويه ولا محتاج تنظيف عميق شويه، بجيب سبونشه بس تكون سبونشه ناعمه وابدا انضف بيها. هنجيب بقى القطعه دي نركبها في المسار صح كده، هتلاقوها ستت جوه. وادي الطبق غسلته ونشف اهو، هنحطه بقى. نتاكد برضو ان دخل في المسار بتاعه كده زي الفل. شايفين بقى الميكرويف بتاعنا فل. لو عملتوا العمليه دي على طول هتلاقوا الميكرويف بتاعكم مش محتاج مجهود منكم، ما بياخدش معاكم وقت وبينضف من اقل حاجه. بس مهم تعملوها على طول، ما تسيبوش الميكرويف يتراكم عليه الدهون. بس كده شايفين حتى الازاز ما شاء الله بيلمع ازاي وشفاف مبين اللي جوه. يعني انا ساعات بشوف بصراحه الازاز ده عند ناس اللي هو مش مبين اللي جوه اصلا من كتر الدهون ما هي عليه، لكن شايفين نظيف ازاي وبيلمع. الميكرويف بتاعنا نظيف. نفضل يا ريت نفضل محافظين على الميكرويف بتاعنا بجد، مش هيتبهدل ومش هيتمرمط. ما نستخدمش سلك، ما نستخدمش مواد تبوظه. هو مش محتاج اكتر من سائل المواعين العادي بفوطه او سبونج ناعمه بس كده. بعد ما خلصنا بقى الميكرويف تعالوا هنعمل مع بعض حاجه حلوه، نعمل الكريب. وهنعمل الكريب بالجبنه واقول لكم ازاي الجبنه بقى تبقى بتمط جوه كده باسهل طريقه، اسهل مما تتصوروا يعني. وكمان هنعمل الشوكولاته بتاعه النوتيلا، ونعمل برضو كريب النوتيلا والموز. يلا بينا نعمل. اول حاجة هنجهزها هي النوتيلا. بتكون عبارة عن كوباية سكر بودر و4 معالق كبار كاكاو خام، وكمان كوباية حليب وكوباية زيت. نحطهم على بعض ونقلبهم بالشكل ده كده ونضربهم في حاجة من اتنين، يا اما الخلاط يا اما بالهاند بلندر. بس كده دي مكونات عندنا. لو عندنا شوكولاتة بالبندق يكون افضل طبعا، هتخلي طعمها غني ولذيذ واقرب من اللي بتيجي جاهزة. بس دي كده اساس النوتيلا اللي هي الاقتصادية اللي بتتعمل في البيت لو مش عايزين نعملها بمكونات غالية يعني. هفضل اضرب فيها، يعني لو انتوا شايفين هي بدأت تتقل، بس مع ذلك برضو هنفضل نضربها عشان القوام بتاعي يوصل انه يبقى سبريد كده، نوتيلا سبريد تفرد معانا كده وتبقى تقيلة زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ده القوام اللي احنا محتاجينه. هي تقلت، وكمان لما هتحط في التلاجة هتتقل اكتر، بتجمد معايا وبتبقى سبريد كده نقدر نفردها بالمعلقة. هنحطها في طبق او اي حاجة علبة. يعني ده الطبق ده ليه غطا عندي، بغطيه وبحطه في التلاجة يجمد معايا، فهحطه كده يمسك نفسه لحد ما اعمل الكريب. بعد كده هنجيب بولة نحط فيها بيضة، نحط فيها نص معلقة صغيرة فانيلا، نحط معلقة كبيرة سكر، ونقلبهم مع بعض بمضرب السلك اليدوي. مش محتاجين ادوات كتيرة، هو بس البولة والمضرب السلك. بعد كده هنحط عليهم كوباية حليب وكوباية مية،
الكمية دي هتخلي القوام بتاع الكريب مظبوط معانا، مش تقيل ولا خفيف. وكمان هنحط معلقة كبيرة زيت ونقلب المكونات برضو بمضرب السلك، بس هنقلبها كويس جدا لحد ما توصل للمرحلة دي. بعد كده هنكون مجهزين ربع كيلو دقيق منخول كويس جدا نحطه عليه، ونحط رشة ملح ونقلب كل المكونات بتاعتنا. ده هيكون القوام بتاع الكريب، ده قوام مظبوط، مش محتاجين اكتر من كده ولا محتاجين نزود مية كمان ولا نقلل. نفضل نقلبه بالمضرب السلك لحد ما يوصل بالشكل ده معايا. وهستخدم تلت كوباية المعيارية لان انا هستخدم الطاسة المتوسطة عشان تظبط معايا حجم الكريب. هاخد كمية كده في الكوباية وبمسحها، وبجيب الطاسة احطها على النار اسخنها وبمسحها مسحة زيت خفيفة. ده اول واحدة بس بعمل فيها كده، ما بمسحش الطاسة تاني، والطاسة تكون ما بتلزقش، يعني بتكون تيفال او جرانيت. بحط بقى الخليط بايد كده والفف الطاسه بالايد التانية بحيث ان الكريب يتوزع معايا كويس في الطاسه. مجرد ما الطاسه ما تدفى بس بحط الخليط، ما يكونش درجه الحراره عاليه، تكون متوسطه، ونسيب الكريب يستوي. واول ما الاقيه طلع من الجوانب معايا بالشكل ده بقلبه الناحيه التانية. اول واحده ما بتكونش متحمره معايا قوي لان طبعا الطاسه برضو ما بتكونش سخنت كويس، بس بعد كده بيتحمر حلو. ولما هنطلعه بقى ويبرد، بصوا قد ايه هيبقى طري معانا وحلو جدا، يعني عامل زي المية تقريبا، طري جدا. فما تتغروش من شكله وهو على النار، ممكن تتغروا فيه تقولوا ده ناشف شوية، لا، اما بيطلع وبيبرد بتلاقوه طري جدا زي ما انتم شايفين. طبقناه وفردناه، ولا بيتكسر مننا ولا بيتقطع ولا اي حاجة. هوريكم واحدة تانية بعد ما الطاسة سخنت معانا. بنحط زي ما قلت لكم بايد، والايد التانية بتحرك الطاسه بحيث ان احنا نحرك العجينه بتاعتنا بسرعه جدا فتتفرد، وتبقى العجينه بتاعت الكريب مظبوطه معايا في الطاسه. زي ما عملنا المره الاولانيه، اول ما نلاقي الاطراف طلعت كده من الطاسه ونقدر نحركها بنقلبها الناحيه التانية. زي ما انتم شايفين اخد لون كده، بدات بقى الطاسه تسخن معايا وتطلع النتيجه حلوه جدا. بقلبها الناحيه التانية برضو تاخد لون كده خفيف، وببدا بقى اطلعها. انا حبيت بس اوريكم شكلها من ناحيتين عامله ازاي. هنبدا بقى نحشي الكريب بتاعنا بنوتيلا. النوتيلا كنت قعدتها شويه في التلاجة فتماسكت، بس لو قعدتوها اكتر من كده هتتماسك اكتر من كده، يعني هي زي ما انتم شايفين هي متماسكه بس هتتماسك اكتر من كده. حطيت النوتيلا على تقريبا ربع الكريب كده، عملت شكل مثلث وحطيت موز وطبقته بالشكل ده كده. هنبدأ بقى نحمصه على الطاسة بحيث ان الكريب من بره يبقى متحمص كده ومقرمش وطعمه حلو واخد لون كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه الحلو ده. يلا بينا نعمل بقى الكريب اللي بالجبنة. هنجيب الجبنة الرومي العادية جدا اللي بنستخدمها بشكل يومي تقريبا، وهنرصها برضو على ربع الكريب بالشكل ده ونطبقه، وبرضو ناخده نحمصه في الطاسة، نقلبه كده من ناحيتين لحد ما يتحمص معانا وياخد لون ذهبي كده ويبقى مقرمش معانا. بصراحة الطريقة دي بتخلي طعم الكريب حلو قوي ومقرمش كده ومحمص. زي ما انت شايفين ده كده شكله بعد ما طلعته. هو طبعا سخن جدا بس لازم اوريهولكم من جوه هو لسه طالع، وقد ايه بقى الجبنة سايحة وشكلها تحفة وتفتح النفس جدا. بصوا بقى شكلها من جوه عاملة ازاي ومن غير مجهود خالص. يعني الجبنة الرومي دي موجودة عندنا في كل البيوت تقريبا اصلا. ولو جهزنا الكريب عملنا كمية وحطيناه في كيس كده على الرف في التلاجة، هنطلع كل يوم ونعمل منه بمنتهى السهولة، مش هيتعبنا خالص. شايفين شكل الجبنة عاملة ازاي؟ تحفة تفتح النفس. وده كان اليوم النهارده، عملنا كده روتين خفيف بسيط في المطبخ. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت على الفيديو وتقولوا لي نظام الفيديوهات الجديده دي عجبتكم ولا لا. لو عجبتكم قولوا لي عشان اعمل لكم منها تاني، ولو عايزين وصفه معينه او حاجه معينه قولوا لي برده، اكتبوا لي في الكومنتس وانا هعملها ان شاء الله. اشوفكم في روتين جديد او فيديو جديد، ومع السلامه.